صباح الخير. يا أخي، كيف أنت نشيط وصاحي في هذا الصباح؟ شكرا لك يا أخي. شارب قهوة؟ أي نوع من القهوة تشرب؟ لا، أنا لا أشرب القهوة في هذا الوقت. وات؟ ما شربت قهوة؟ كيف تظل صاحي طول اليوم يا أخي؟ أنت تعرف هناك سر صغير فقط، وقبل ما أقول لك عليه عليك أن تجربه، ولكن لا تزعل. لا لا لا، أنا لا أزعل منك بتاتا. السر في هذا فقط. وات؟ ما بك، لا تزعل. السر فقط وهو الاستحمام بماء بارد كل صباح. وهناك سر ثاني فقط، وهو اشتركوا في قناة وسيم. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. لابد أنكم فهمتم موضوع الفيديو. نعم، لا أطيل عليكم من بداية الفيديو. دعونا فقط يا أصدقاء اشتركوا في القناة وضعوا زر لايك، وشكرا لكم، أحبكم. هيا نبدأ. إذا كنت تستحم دائما بالماء الدافئ ولا يعجبك بتاتا الماء البارد، فقبل أن تسمع الفوائد وماذا سوف يحدث لك، عليك أن تجرب فقط الاستحمام بالماء البارد. وهذا بمعنى أن الماء البارد لا يحمل فوائد جسدية وذهنية فقط، ولكن هذا الروتين الذي يجعلك تنهض وتحارب خوفك من الماء البارد. هذا من بين الأشياء التي سوف تجعلك تخرج من منطقة راحتك أو مربع الراحة. أكيد سوف تتساءلون، ما هي منطقة الراحة؟ منطقة الراحة يا صديقي، وهي من بين الأشياء التي تمنع الناس من أن يقوموا بأشياء رائعة في حياتهم أو يقوموا بتحسين وتطوير حياتهم. أعرف أنكم لم تفهموا، ولهذا سوف أعطيكم مثالا بسيط. نعم، هناك شخص دائما ينهض على 9 صباحا ويستمر هكذا كل يوم، ولم يجرب ولا مرة أن ينهض على 5 صباحا، بحيث أنه يشعر بالفشل والخوف. وهذه هي منطقة الراحة، وهي المنطقة التي يخاف منها الناس وهي المنطقة التي يخاف الناس من الخروج منها والعمل بتجارب جديدة في حياتهم، وتدعك دائما خائف أن تجرب أشياء جديدة في حياتك، ودائما ما تدعك تكرر نفس الأشياء التي تعيدها في يومك. ولهذا دائما حياتك تبقى نفسها دائما ولا تتغير للأسف. ولهذا يا بطل، إذا قررت فقط أن تنهض وتستحم وتحارب خوفك، فأنت قد فعلت شيئا عظيما، وهو الخروج من منطقة راحتك. وهذا سوف يعطيك قوة لكي تواجهها وتنقص من قوتها. أعرف أن الاستحمام بالماء البارد فكرة سيئة، وهي تحمل عذابا كثيرا، وخاصة في أول مرة لك، ولكن على الأقل في تلك اللحظة سوف تكون قد خرجت من منطقة راحتك. ويت دائما ما نسمع أنك إذا استحممت بالماء البارد سوف تمرض، وسوف تمرض بالبرودة، ولا أعرف أنا بعض المشاكل هكذا. ولكن إذا قلت لك أن كل هذا الكلام ليس صحيحا يا أخي، هم كذبوا عليك، لا دخل لي يا صديقي. فقط إذا لم تصدقني انقر في جوجل وسوف تخرج لك الكثير من الدراسات بينت ذلك، وسوف أضع لكم بعضها في الوصف. ولكن هناك حالة خاصة وواحدة فقط أنا أحذرك، انتبه جدا. نعم، لا تستطيع فيها الاستحمام بالماء البارد، وهي عندما يكون جسمك ساخن. سوف أعطيك مثال. مثلا ذهبت وجريت في الملعب أو في الجبل، وعندما ذهبت إلى المنزل وراء تلك العياء والفشل قررت أن تستحم. أنصحك ألا تستحم بالماء البارد، انتظر قليلا ثم استحم بالماء البارد، أو استحم ديركت بالماء الساخن. والآن سوف نحكي في شيء آخر يا صديقي. هل تعلم أنك إذا استحممت لمدة 3 أسابيع أو 4 أسابيع كل يوم، اسمعني جيدا، كل يوم، هل تعلم أنك تصبح لا تحس بالبرد أو بالماء البارد بتاتا؟ وعندما أقول لك بتاتا لا تأتي لي وتقول لي لقد شعرت بالبرد. أنت تكذب، أنت كنت تستحم بالماء الساخن، وجسمك يصبح ليس لديه مشاكل مع الماء البارد، سوف يتصالح مع الماء البارد، وسوف تصبح تستحم بالماء البارد حتى ولو في الشتاء. نعم، أريدك فقط أن تعرف يا صديقي أن الاستحمام بالماء البارد هو عادة، وتعرفون أن العادة إذا عملت عليها وولفتها في أيامك القادمة سوف تصبح ليست هناك مشاكل بينك وبينها. واو. عفوا يا أصدقائي، ولكن أريد أن أشرب رشفة قهوة فقط وأكمل لكم الفيديو.
لذيذ. نعم يا أصدقائي، والآن وصلنا إلى فوائد الاستحمام بالماء البارد. أولا، الاستحمام بالماء البارد يحسن مزاجك. نعم، هذا سوف يعطيك إحساس جميل وإحساس بالراحة والسعادة. وإذا كنت في حالة توتر لن تصدقني، سوف تشعر بالراحة وسوف يصيبك هدوء تام. يعني راح تتكالما من الاخر، بعد راح تتكالما، شغل تكون مقلق ودنيا طاطا راح تتكالما، من بعد هذاك تدواش بالماء بارد. ثانيا يا أصدقائي، الاستحمام بالماء البارد يعطيك طاقة خيالية. هل لاحظتم أنكم عندما تستيقظون باكرا وتغسلون وجوهكم بالماء البارد تحسون بطاقة خيالية وأنكم استيقظتم من النعاس؟ نعم، وأيضا عندما ترون في بعض الحالات عندما يدوخ شخص أو يصاب بالغثيان ينادونكم ويقولون أحضروا لنا الماء البارد لكي يرشونه بالماء ويفطن ذلك الشخص من غيبوبته. ثالثا، الاستحمام بالماء البارد يقوي لكم المناعة خاصة ضد أمراض البرد. ورابعا، الاستحمام بالماء البارد ينقص لك الدهون. لن أقول لك أن الماء البارد ينقص لك الوزن، ولكنه يساعدك في نقصان وزنك. هذه هي. الآن يا أصدقائي وصلنا إلى أهم شيء في الفيديو، وهو كيفية أو 3 طرق لكي تصبح تستحم بالماء البارد وأنت طول حياتك تستحم بالماء الساخن. وأول طريقة وهي أن تستحم من الماء الساخن إلى الماء البارد، يعني تفتح الماء الساخن وسوف تبرده تدريجيا إلى أن يصبح باردا، وهذه أسهل طريقة والتي أنصحكم بها. وثاني طريقة يا أصدقائي وهي أن تفتحوا صنبور المياه بالماء البارد وتدخلون برأسكم هكذا وتغسلوا رأسكم، ومن بعدها تبللون جميع جسدكم. وأنا أنصحكم يا أصدقائي ألا تبدأوا برجليكم فقط، ابدأوا برؤوسكم. وثالث طريقة يا أصدقائي وهي فتح صنبور المياه وتدخلون تحته مباشرة، وأنتم تعرفون ما الذي سوف يحدث في تلك اللحظة يا أصدقائي. سوف تقفزون وتعيطون وتصرخون لأن الماء بارد وأنتم دخلتم مباشرة. لا علينا يا أصدقائي، ولكنها أغبى فكرة ولا أنصحكم بتجربتها. نعم. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون فيديو مفيد، ولكن أعرف أنه ليس مفيد لأنني في حياتي لم أعمل فيديو مفيد. نعم يا أصدقائي، فقط اشتركوا في القناة وحطوا لنا لايك، وشكرا لكم، أحبكم، وداعا.